10 تطبيقات هكلمك عليهم النهارده ومفيش ولا تطبيق فيهم تقريبا انت مش محتاجه. السلام عليكم، انا ايمان محمد، والنهارده جايبه لك شويه تطبيقات للاندرويد بس ان شاء الله هيكونوا على ذوقك. نبدا بالتطبيق الاول. التطبيق الاول وهو مخصص لحاجتين. الحاجه الاولى وهي لهواتف السامسونج، واللي الناس عندها مشكله ان هي ما بتظهرش سرعه الشبكه، يعني الاتصال بالشبكه سرعته كام على شريط الاشعارات، ولو انها ميزه موجوده عادي في اعدادات الموبايل بالنسبه لموبايلات تانية، واللي من خلال التطبيق ده هيعرض لك سرعه الشبكه كام سواء الابلود او الداونلود بمنتهى السهوله. الميزه الثانيه اللي في التطبيق ده وهو انك من خلاله بتقدر بمنتهى السهوله تعرف استهلاك النت الشهري واليومي بتاعك كام من الباقه، سواء الباقه بتاعه الداتا بتاعتك والباقه الثانيه بتاعه الواي فاي، وبيجيب لك المجموع كله واخر الشهر انت استهلكت انترنت مقداره كذا. التطبيق الثاني وهو من افضل تطبيقات زياده الانتاجيه، وده لانه بيحول الموبايل بتاعك لساعه ستاند باي زي ساعات الايفون باشكال جميله جدا وجامده جدا وكلها على ذوقك. وانا شخصيا بستخدم التطبيق ده بصفه دايمه لما بكون بشتغل، بحول الموبايل بتاعي للساعه دي وبحطه قدامي عشان اعرف انا استهلكت قد ايه وقت، ولازم اخلي عيني دايما على الوقت عشان ما اخدش وقت طويل في الحاجه اللي انا بعملها، واللي من رايي بعتبره من اهم ادوات زياده الانتاجيه وانك تنجز وتخلص الحاجه اللي وراك، بالاضافه لانه شيك جدا وهيخلي شكل المكتب بتاعك احلى بكتير. والتطبيق ده فهو للناس اللي بتحب اضاءه الموبايل تكون منخفضه، لانه بمنتهى السهوله بيخلي سطوع الموبايل اقل من المسموح به. يعني مثلا لو سطوع الموبايل بتاعك بيكون 0 ده بيخليه -1 -2 -10، وبيخليه اقل سطوع ممكن للشاشه، واللي نوعا ما بيكون مفيد بالليل لو انت بتسهر كتير عشان نور الموبايل والاضاءه بتاعته ما تكونش مؤذيه لعينك بشكل كبير. دلوقتي هتقدر تخفي الموبايل بتاعك جوه الاله الحاسبه، يعني هيكون عندك موبايلين في وقت واحد بس محدش هيقدر يوصل له غيرك، وهي دي وظيفه التطبيق ده اللي بمنتهى السهوله لما تنزله هيكون الواجهه بتاعته آلة حاسبه عادي تجمع وتضرب وتقسم وتطرح عليها، ولكن لو دخلت كود معين وبعدين ضغطت على علامه الزائد فهو هيفتح لك الواجهه لموبايلك التاني اللي بتقدر بمنتهى السهوله تحط فيه تطبيقات، صور، ملفات، فيديوهات، اي حاجه انت عاوزها وتقفل عليها بواجهه الآلة الحاسبه دي ومحدش يقدر يوصل لها غيرك. التطبيق ده بيقدر بمنتهى السهوله يوصل للحسابات بتاعتك سواء فيسبوك، تليجرام، انستجرام، ايا كان التطبيق اللي عندك واللي عاوز تقرا الرسائل بتاعته بدون ما الطرف تاني يعرف، وفي نفس الوقت امان جدا وهو مش هيوصل لحساباتك نفسها ولكن هيوصل للاشعارات اللي بتيجي منها. واجهه التطبيق سهله وبسيطه، وبمجرد ما تنزله وتديله الاذونات اللازمه وتوصلك اي رساله على التطبيق ده فهتقدر بمنتهى السهوله تدخل عليه وتختار التطبيق بتاعك، مثلا نقول الماسنجر، وهتشوف الرساله اللي اتبعتت لك واتكتب فيها ايه بشكل كامل، او حتى الصوره اللي اتبعتت لك او التسجيل الصوتي او ايا كان، وبالشكل ده الطرف الثاني مش هيعرف ابدا ان انت قريت الرساله. وقبل كده كلمتك عن بوت على التليجرام والواتساب بتقدر من خلاله تبعت له الرساله الصوتيه بتاعتك وهو يحول لك الرساله الصوتيه دي لنص مكتوب، عشان يعني لو قاعد في تجمع عائلي وصاحبك المؤدب بعت لك ريكورد او فويس نوت بصوته وانت مش عاوز تسمعه او مش عارف تسمعه، فتقدر بمنتهى السهوله تستخدم التطبيق ده لو انت مش عارف توصل للبوت. وعلى اي حال انا هسيب لك لينك البوت والتطبيق برضو تحت في الوصف. بعد ما تدخل على التطبيق ده وتيجي على الرساله الصوتيه اللي وصلتك تضغط عليها ضغطه طويله وتختار شير، وبعدين تضغط على ايقونه التطبيق، هيحمل معاك شويه وبعدين يكتب لك كل الكلام اللي اتقال في الرساله الصوتيه دي وهتقدر تقراها بمنتهى السهوله. وفكرته عبقريه بصراحه لانه بيمنعك من الاحراج، واوقات كتير ما بيكونش معاك سماعات الودن بتاعتك في مكان عام. ومن اعظم التطبيقات اللي انا شخصيا بنصح جدا انك تخليها على موبايلك لو انت خارج في مكان بعيد او لو انت حتى في البيت لوحدك، استخدم التطبيق ده، لان اوقات كتير وانت حاطط سماعات الودن في مكان بره وبتعدي الشارع انت ممكن ما تكونش سامع صوت العربيه اللي جايه عليك، او حتى وانت في البيت لوحدك مش سامع اي حاجه بتحصل حواليك بسبب الصوت العالي اللي في ودانك. التطبيق ده بيخليك بمنتهى السهوله تسمع الحاجه اللي انت بتسمعها عادي بشكل طبيعي جدا، ولكن في نفس الوقت هتسمع الاصوات اللي محيطه بيك. بالشكل ده هتقدر بمنتهى السهوله تسمع السواق وهو بيقول لك هات الاجره، او العربيه اللي انت معدي وهي بتعدي الشارع. وبصراحه بنصحك جدا عشان تحافظ على سلامتك ولو انت خارج بسماعات الودن على ودانك يا ريت تستخدم التطبيق ده عشان ربنا يحفظك من كل سوء. ومعانا التطبيق الاخير والاكثر طلبا وهو تطبيق تحميل اي فيديو من اي منصه بدون علامه مائيه وبدون اعلانات وبدون اي كلام الفاضي ده كله، كل ده في تطبيق واحد. وكمان بتقدر تحمل الفيديو ده كفيديو باي جوده انت عاوزها، 1080 720 480 360 بكسل او ايا كان، وحتى تحمل الفيديو ده كهيئه صوت تسمعه بس بدل ما تشوفه زي مثلا البودكاست اللي انت بتحب تحتفظ بيها على موبايلك. كل الكلام ده في تطبيق واحد. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو واللي اعتقد ان هو كان خفيف على قلبك. لو انت حابب نوعيه المحتوى اللي انا بقدمها فيشرفني جدا اشتراكك في القناه، ولو عجبك الفيديو اكيد يعني اللايك مش هيخسرك حاجه ولكن هيفيدني في كتير. وطبعا اكتب لي في التعليقات عايزين تطبيقات ايه الفتره اللي جايه وايه الفيديوهات اللي انتم مستنيينها.
كانت معاكم ايمان محمد، شكرا ليكم دايما وابدا، والسلام عليكم.